اتهمت مصر ببيع القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أنقذ غزة من التهجير. القبعة ونحيي فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم وجيشها البطل. تحية لكم من الكويت من استديو ديوان الملا على موقفكم التاريخي. أنا أقول لك شو موقف التاريخي؟ نبي نفهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يثبت التاريخ أنه هو من أنقذ غزة من التهجير. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والجيش المصري هم من أنقذوا غزة من استيلاء إسرائيل عليها وضمها كما حصل في أراضي 1948، ولا أصبحت غزة جزء من الأراضي الإسرائيلية. عدم فتح معبر رفح قرار صعب وقرار فيه يعني الحقيقة نوع من العواطف، لكن هذا القرار منع 1,800,000 فلسطيني من مغادرة أرضهم. كان يتبقى 200,000 تضمهم إسرائيل، تضم غزة إلى أراضيها وتصبح جزء من إسرائيل. لما سكر البوابة أجبروا، صحيح فوقهم نار وتحتهم نار، لكن أجبروا على أنهم يجلسون في أرضهم، لأن الرجل صاحب العائلة عندما تنهال عليه النيران هو وأولاده سيهرب. فإن الرجل يهرب ولا يلوي شيئا، وحيتجه إلى سيناء وحيتنفذ مخطط تقسيم المقسم ومخطط جعل سيناء وطن بديل للفلسطينيين. عبد الفتاح السيسي له فضل على الفلسطينيين وعلى مصر في الحقيقة هذا القرار الصعب، لكنه حيثبت التاريخ أنه كان قرار صائب في المحافظة على غزة من ضمها إلى إسرائيل. تعتقد ما قام فيه الحوثي بضرب السفن هو على أساس وجود القوات محاولة حصار وخسائر، من مصر تتعرض لخسائر كبيرة في قناة السويس، خاصة انخفاض 4 مليون، أحد الأسباب اللي يمارس الحوثي على أساس يغير الرئيس المصري قراره؟ الحوثي ما يعني ضر إسرائيل. ما ضر إسرائيل. ضر مصر. الحوثي ضر الاقتصاد المصري. الحوثي أضر بحركة الملاحة الدولية العالمية. الحوثي أضر بالإنسان اليمني لما يضرب ميناء الحديدة اللي تكلفته بحدود 234 مليون دولار، اللي المفروض يخدم أهل اليمن ويحيد من قبل الطيران الإسرائيلي. هو ما عمل شيء، هو أرسل طائرة بقيمة 30,000 دولار وضربت جدار شقة وتوفي الرجل، ليس من تأثير انفجار الطائرة، هارد أتاك كان عنده، حاشا هارد أتاك الرجال الإسرائيلي توفى هذا، ودمر له ميناء قيمته 234 مليون دولار للدولة اليمنية. بالتالي الحوثي هو أضر الاقتصاد المصري وأضر حركة الملاحة، ولم يؤثر الحقيقة على إسرائيل. إسرائيل تتعرض لضربات صواريخ من جنوب لبنان، المسافة 17 كيلو عن كريات شمونة، يعني توصلها الصواريخ وتضرب في كل وقت.